بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. أيها الأحرار في عراق علي، أيها المؤمنون الذين لم تنحن هاماتهم لغير الله، إن زمان الامتحان قد أطل بوجهه، وإن الأمم قد تداعت عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، لا لشيء إلا لأنكم تمسكتم بدينكم ورفعتم راية الحق في زمن كثرت فيه الرايات المزورة. إنها ليست حرب نفط ولا صراع مصالح كما يتوهم بعض الغافلين، بل هي معركة إرادة وعقيدة يراد منها إطفاء نور الله في الأرض، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها الغيارى، أطلقوا العنان لهممكم وانفروا لنصرة إخوانكم بما تستطيعون، فإن الجهاد ليس بالسيف وحده بل بالمال والموقف والكلمة الصادقة. فمن لم يستطع أن يحمل السلاح فليحمل هم النصرة بما يملك، ولا تصغوا إلى المرجفين الذين يثبطون العزائم ويزرعون الشك في القلوب، يلبسون الحق بالباطل ويخفون مقاصدهم خلف كلمات ظاهرها النصح وباطنها الوهن. إن ساعة الحق لا تحتمل التردد، ولا زمان الكرامة يقبل المتخاذلين. إن من يبادر إلى النصرة اليوم ويجهر بالدعم دون خوف أو تردد إنما يكتب اسمه في سجل الشرف، ويثبت أن راية الحق ما زالت تجد رجالا يحملونها بصدق وإيمان. أيها الأحبة، إن أبواب الدعم مفتوحة والتبرعات تسلم بوصولات رسمية كما هو معمول به في الجهات المختلفة، ومن أراد أن يساهم فليجعل ذلك امتثالا لدعوة المرجعية الرشيدة ونصرة للمستضعفين. ولا تستصغروا ما تقدمونه، فإن القليل عند الله عظيم إذا خرج من قلب صادق. فرب 1000 دينار من يد فقير أثقل عند الله من ملايين تدفع رياء أو سمعة. أيها العراقيون، إن الحرب اليوم نصفها إعلام ونصفها موقف، فكونوا أهل الموقف وانشروا كلمة الحق، وافتخروا بأنكم وقفتم مع الحق حين تخلى عنه كثيرون.